بيعدي كده بأزمات أحيانا، شغله والناس اللي بتحبه والأيام الحلوة اللي ربنا بيبعتها بتبقى حاجة مختلفة، وفرحتها بتبقى حاجة تانية. ووجودكم النهاردة وحضوركم النهاردة كبير قوي 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 في حياتي. شكرا شكرا والله من كل قلبي، شكرا. انتوا بتدوني قوة وصحة وبتدوني أمل وبتدوني حياة وبتوهبوني حياة بجد. أنا متشكرة جدا لحضوركم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد. ولقائنا النهاردة مع الفنانة الجميلة أنغام. ويا سلام من لما تبقى الحدوتة فيها فن، صراع، دموع، تبقى مش بس حكاية، دي بتبقى حكاية وفيلم من أفلام الحياة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أجمل الأصوات اللي مصر جابتها، فنانة من طراز نادر، صوتها دافئ، إحساسها عالي، والنهاردة بقت ترند، لكن مش عشان أغنية، لكن علشان خبر وجع قلوب ناس كتير. الفنانة أنغام، أو زي ما بيحب جمهورها يسميها صوت مصر الحقيقي. بس استنى، لأن القصة هنا مش بسيطة. القصة فيها شيرين، وفيها جمهور، وفيها مرض، وفيها سكة طويلة كلها أوجاع وألحان. تعال نرجع شوية لورا، شوية كده لزمن كانت فيه أنغام لسه طفلة، بس صوتها كان كبير قوي على سنها. كانت بتقف قدام الميكروفون تغني وكأنها واحدة عاشقة مجروحة فرحانة، كل المشاعر بتتحرك بصوتها. فاكرين أغنية في نفس المكان البعيد في النادي، اللي كانت بتحكي فيه عن ميعاد مع حبيبها، والميعاد ده فاته وما جاش. الأغنية اللي خلت البنات تقلدها والشباب يبعت كلماتها لبعضيهم. أغنية بسيطة لكن علمت مع جيل كامل، وفتحت لأنغام بوابة الشهرة. أنغام اتولدت في 19 يناير عام 1972، يعني دلوقتي عندها 53 سنة ما شاء الله، ولسه صوتها بيتحدى الزمن. أنغام بنت مين؟ بنت الملحن الكبير محمد علي سليمان. ومش بس كده، دي أخت الفنانة غنوة، اللي للأسف رحلت عن دنيانا أثر حادث سيارة أليم، وسابت أثر كبير في قلب أختها أنغام. حياة أنغام ما كانتش كلها ورود، لا، فيها جواز وطلاق وحكايات. اتجوزت مجدي عارف وخلفت منه ابنها عمر، وبعد كده اتجوزت الموزع الكويتي فهد الشلبي وخلفت منه ابنها عبد الرحمن. لكن الحكاية والحياة ما استمرتش، ورفعت عليه قضية خلع. أنغام بعد كده دخلت جوازة سرية من الفنان أحمد عز، بس خبتها علشان كانت خايفة على حضانة ابنها، لأن أمها كانت متوفية وكان ممكن تخسر ابنها في أي لحظة. بعد كده حصل جواز تاني مع الموزع أحمد إبراهيم، واللي برضه ما كملش واستمر سنة واحدة بس، وانتهى بالطلاق. أنغام صوت عمرها، فنانة شاطرة، بتعرف تختار أغانيها وتعرف تغنيها بإحساس. عمرها ما كانت بتدخل في خناقات أو تظهر كتير على الشاشة. بس الدنيا قلبت في الفترة الأخيرة لما ظهرت في برنامج مع لميس الحديدي، وعيونها كانت مليانة دموع، كانت منهارة وهي بتقول سيبوني في حالي، أنا تعبانة، أنا ماليش دعوة باللي حصل لشيرين، أنا ماليش في المؤامرات، أنا إنسانة.
اللي ما يعرفش، شيرين عبد الوهاب كانت عاملة حفلة في المغرب وقررت تغني بلاي باك، يعني الأغنية مسجلة وهي بتحرك شفايفها فقط لا غير. الجمهور المغربي غضب عليها وقالوا لها احنا بندفع فلوس عشان نسمعك وانت بتغني لايف مش تسجيلات على الفلاشة. الناس هجمتها والصحف كتبت والسوشيال ميديا ولعت، وفجأة الناس قالت أنغام هي اللي ورا الحملة، هي وعشاقها هما اللي بيشعلوا النار. وأنغام وقتها كانت في المستشفى بتتعالج وكانت منهكة. تفتكروا ساعتها شعرت بإيه؟ قالت أنا بعيط من الوجع وبتشتم ليه، أنا مالي ومال المسرح ده. ووسط كل ده طلع خبر زي الصدمة، أنغام مصابة بسرطان الثدي. الناس وقفت والكل بدأ يدعي، جمهورها اتخض، حتى اللي بيحب شيرين يتمنى لأنغام الشفاء. بس فجأة المكتب الإعلامي يطلع يقول لا يا جماعة، هي عندها مشاكل في البنكرياس وسافرت ألمانيا علشان تتعالج هناك. بس الناس قالت ليه ألمانيا؟ ألمانيا مشهورة بعلاج سرطان الثدي، واللي عنده البنكرياس بيروح الصين، لأن الأشطر في المجال ده. يبقى الحقيقة فين؟ الله أعلم. بس اللي يهمنا دلوقتي إنها إنسانة موجوعة وتستاهل دعوة من القلب. والجميل في الحكاية إن عدد كبير من الفنانين وقفوا جنبها، نوال الكويتية، مي فاروق، أحلام، ومي مطارب. الكل قال لها سلامتك يا ست الكل. بس شيرين ولا كلمة ولا بوست ولا حتى ألف سلامة مكتوبة من حد عندها. وهنا الناس بدأت تسأل فين الأصول والجدعنة يا ست شيرين؟ ده أنغام طلعت في لقاء وهي بتقول أنا ماليش خلاف مع شيرين وما بشاركش في أي حملة ضدها. مش كان المفروض تردي الجميل يا شيرين؟ مش المفروض حتى لو مش بعيد تقولي ربنا يشفيها؟ انت بنت بلد ومش اي بلد، دي القلعة، المفروض ان انت من القلعة، يعني تبقي اول واحدة تعرف الواجب. المهم ان انغام دلوقتي في محنة، والمرض ما يعرفش شهرة ولا جمهور ولا لقب. وسواء كان مرضها سرطان في الثدي او تعبانة من البنكرياس، هي في الاخر انسانة تستاهل سند من الناس. في فنانين كتير جدا اتصابوا قبلها ووقفوا وكملوا، أليسا، شادية، فايزة أحمد، ديما الجندي، بسمة وهبة، والقائمة طويلة. أنغام مش بس صوت مصر، أنغام روح مصر. في نهاية الحدوتة بنقول يا أنغام سلامتك وربنا يشفيكي ويقومك بألف خير وألف سلامة، مستنيينك ترجعي تغني وتفرحي قلوبنا تاني. ويا شيرين لو بتسمعينا، كلمة بسيطة مش هتقلل منك، الكلمة الحلوة صدقة. ادعي لصاحبتك دي، وقعت في لحظة ضعف وفي أمس الحاجة للكلمة الطيبة. واحنا كمان بندعي يا رب اشفي كل مريض وقوي كل قلب موجوع، وخلينا دايما فاكرين ان اللي بيجمعنا اكبر بكتير من اللي بيفرقنا. وفعلا الدنيا مش دايما لحد، الدنيا ما بيهمهاش لا شهرة ولا ترند ولا حتى الألقاب. اللي بيفضل هو العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وهو الصلة الجيدة بالله سبحانه وتعالى، دي اللي هتنفعك. الدعوة من القلب والنية الطيبة. واحنا بنقول تاني، خدوا من عمرنا وادوا الأنغام ولو حتى لحظة راحة، وبكرة هترجع أنغام وهتغني وهتهز المسرح من تاني، لأن صوت مصر عمره ما بيسكت. شكرا لحضراتكم. كان معكم الناقد الفني طارق التلمساني.